السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين حبيباتي، أهلين مشتركاتي الغاليات، مرحبا بكم في قناتي قناة كمر كريس للطبخ. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم حبيت نبارطاجي معاكم وصفة لتارتولات وميني تارتولات بعجينة مقرمشة وخفيفة تهبل. وصفة سهلة وسريعة التحضير وبعدة أذواق وبعدة حشوات. أول حاجة حبيت تفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد. تبعوا معايا طريقة التحضير والمقادير. اول حاجة هنا نبدو بالعجينة. عندي 250 غرام تاع زبدة، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. انا هنا استعملت زبدة صول، وعندي رشة ملح، وعندي كيس تاع لافاني، تقدروا تستعملوا فاني بودر ولا ليكيد كيما حبيتوا. وعندي هنا 125 غرام تاع السكر، نقصت منها 10 غرامات، يعني درت 115 غرام. انا ديما نقص السكر في الحلويات تاعي. اذا نخلط المكونات تاعي كامل هذه بالباتور، تقدروا تستعملوا يديك عادي. اذا نخلط حتى نتحصل على كريمه. بعدها نزيد البيض. هنا عندي بيضه كامله زائد صفار بيضه، لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه. قلنا بيضة كاملة زائد صفار بيضة. كيف نعاود نخلط بالباتور حتى يتجانس الخليط تاعي. بعد ما كملت خلط بالباتور نجي درك نخلط النواشف بيدي. راح نزيد الفرينة هنا، نزيد تدريجيا، ومن بعد نزيد عليها، شوفوا معايا، على رأس ملعقة صغيرة نزيد الخميرة الحلويات ونخلط بيدي حتى نتحصل العجينة طرية. العجينة ما لازمش تكون يابسة وما لازمش تكون طرية ياسر، يعني تكون نص نص، يعني في المستوى. اذا نبقى نزيد في الفرينه ونخلط كيما شفتوا هنا. خلطت كلش في البلان دو طرافاي تاعي. تحصلت على عجينه طريه، قسمتها على زوز وغطيتها بالبابي سلوفان وخلاها ترتاح. يعني قيس ما بين لمك الماعين هذوكا وننظف الدنيا، لازم تخلوها ترتاح. من بعد هنا ما ارتاحت لي نجي نشكل في ليمول. انا استعملت هنا ليمول صغار ومول كبار. نجي نشكل، نحاول ندير طبقه رقيقه. اذا نشكلهم غير بيدي، ومن بعد الزوائد هذوك اللي خرجوا لي نحيهم غير بالموس فقط. يعني طريقه سهله. تقدروا ايضا ديروا طريقه اخرى، يعني تحاولوا تبسطوا العجينه فوق البلان تاعكم ومن بعد تحطوه مع الليمون كامل وتبدو تشكلوا. يعني طريقه سهله ما فيها والو. ليسونسيال لازم تكون الطبقه تاعكم رقيقه، ما ديروهاش خشينه، على خاطر ديجا هي فيها الخميره، كي ديروها خشينه راح تزيد تنفخ معاكم. بعد ما شكلت ليمول الصغار نجي نشكل ليمول الكبار هذوما تاع ليكور. انا عجبوني ليمول هذو جايين احلى. اذا نشوفوا معايا كيما جات العجينه طريه ساعدتني في الخدمه. ليمون البنات ما دهنتهم بوالو، يعني غسلتهم وخليتهم يشيحوا ومن بعد استخدمتهم، ما دهنت بني زبده ني فرينه والو. كيف نحي الزوائد هذوك بالموس ومن بعد نحطهم في البلا. وديجا راني كنت شعلت على الكوزينيير، لازم يسخن مليح. نحطهم يطيبوا من التحت ومن بعد ما يحمروا زيد نشعل عليهم يحمروا شويه بركه من الفوق ونحيهم. يعني طريقه سهله. شوفوا هنا بعد ما طابولي، شوفوا كيفاه جاو ما شاء الله. حاولوا ما تغفلوش عليهم في الكوزينير باه ما يتحرقوش. اذا نحيهم هنا بالمول، يعني تنحوا بسهوله ما لصقوش. ليمون بعد ما زيد نعاود نخدم بيه، نعاود نغسلهم كيف ونخليهم يشيحوا ونخدم بيهم باه ما يلصقوش. بعد ما كملت طيبتهم كامل نجي نحضر الحشو. انا نستعمل هنا هذه الكريمه تاع فانواز، راح نستعمل نصف الكميه، هي فيها 40 غرام، انا راح نستعمل 20 غرام. استعملت الميزان ونزيدها نصبها في 250 مليلتر تاع حليب. انا الطاوه تاعي هنا فيها المقادير، يعني ما نحتاجش نوزن. اذا ومن بعد نزيد عليها مغرف كبيره تاع سكر ونخلط بارد في بارد. وبعدها نحطها على نار هاديه ونبقى نخلط، يعني مع التحريك المستمر حتى نتحصل على كريمه. شوفوا معايا القوام اللي تحصلت عليه. بعد ما طابت وهي سخونه نصبها في صحن ونغطيها بالبابي سلوفا. حاولوا تغطوها، يعني تحطوا بابي سلوفا على السطح تاعكم وهي سخونه ونحطها الفريجيدير تبرد. لازم تغطوها بابي سلوفا باه ما تدير لكم شكل القشره هذيك ومن بعد راح تديرونجيكم في الخدمه.
نجي دركا نحضر كريم شانتيي. عندي هنا كاس تاع حليب بارد، لازم يكون بارد مليح، مع كاس تاع بودر شانتيي، يعني نفس الكميه. انا ديما نستعمل نفس الكميه تاع الحليب نفس الكميه تاع الشانتيي، ونطلعها بالباتور حتى تطلع. اول حاجه نخلط به ما يطيرش عليه الغبره تاع الشانتيي، ومن بعد نبدا نطلعها في الفيتاس حتى تطلع معايا. باه تعرفوا الشانتيي تاعكم طلعت، انا نقلب الطاس، اذا ما سحتش معايا معناها راهي طلعت. من بعد هنا بعد ما برد معايا الكريمه هذيك تاع فانواز، نجي نخلطها مع الشانتيي، يعني نفرغها كامل في الطاس هذيك تاع الشانتيي، ونعاود نطلعها بالباتور حتى نتحصل على كريمه اخرى راح تجيب ذوق البانيه. الفانواز هذا بذوق البانيه، تقدروا تستعملوا اي ذوق تحبوه. بعد ما طلعتهم هنا مع بعضاهم، نجي نحطهم في لابوش ادوي كما تشوفوا. من بعد نحشي بها. نجو دركا للحشو. عندي هنا واش راح نستعمل، عندي راح نستعمل كراميل، وعندي شوكولا تارتيني، وعندي نباج تاع الفريز درك نحط لكم لا فوتو تاعو هنا، وعندي الكريمه اللي خدمتها، وعندي نستلي كراميل هذا باش راح نزينو نحشي يعني. اذا هنا راح نبدا الصعب تاع ليكور هذوما. راح ندير هنا القاعده، راح ندير كراميل، يعني اخرين راح نديرهم كراميل واخرين راح نديرهم نستلي. اذا نخليكم مع التزيين اللي درتو. ان شاء الله يكون عجبكم التزيين. بنفس الطريقه نكمل نحشي لي تارتوليت، يعني نزينهم تزيين مختلف. اذا هذه هي التارتوليت تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله نتمنى عجبتكم الوصفه، نتمنى تجربوها وتخلي لي تعليقاتكم. واللي ما زالت ما دارتش الابوني دير لي ابوني فضلا وليس امرا، وان شاء الله نريبوندي على التعليقات تاعكم كامل. ويعطيكم الصحه، ان شاء الله نتلاقوا في وصفات اخرى.